يا صباح الفل، يرضيكوا كده اصحى من النوم الاقي ده؟ مين ده؟ مش عارف. انا كائن غريب في بيتي. انا عن نفسي حاساه كده باشمهندس في نفسه، يعني بصوا الوقفه بتاعته دي تحسوه كده ما شاء الله باشمهندس، يعني اللهم بارك. صحيت من النوم لقيت زوجي العزيز جايبهولي وبيقول لي مش انتي امبارح كنتي في السوق وجايبه هتعملي محشي؟ قلت له اه. جاي هيساعدني؟ طيب هيساعدني في عمايل المحشي؟ قال لي لا اعملي لنا عليه محشي. يلا بقى نبدأ يومنا ونشوف هنعمل ايه مع هذا الكائن، ويلا بينا نقول كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الغدا بقى النهارده بسم الله ما شاء الله هيعجبكم قوي. افتكروا ان انا اديتهم الفانوس السحري وكل واحد قاعد يحلم كده ويطلب حاجات على اساس بقى ان انا الفانوس السحري وهعمل لهم كل الاصناف اللي هم عايزينها، بس يعني انا ظبطتهم على قد ما اقدر. عايزه اقول لكم ان الغدا ده انجزته على طول وبسرعه جدا. هقول لك كمان ازاي تعملي خلطه المحشي دي ما تاخدش منك 5 دقايق. ايوه لا استنوا بس هقول لكم السر اللي بيخليني لما اكون عايزه انجز واعمل خلطه المحشي دي في 5 دقايق حرفيا بعملها على طول. طبعا هننضف بقى الديك مع بعض ماشي، بس طبعا هتقولوا لي انت ازاي بداتي بالكرنب كنت نضفتي الديك الاول؟ هقول لكم ليه. الاول الطبق بتاعي الجميل الكبير دون انا حطيت فيه ميه تغلي، وبعد ما غلت نزلت فيها بشويه كمح وبدات ان انا اسلق الكرنب بتاعي زي ما شوني كده. دي طريقتي وانا بسلق الكرنب، بحبها جدا. بعد كده باخد الكرنب بتاعي وتحت كده خيط رفيع من الحنفيه ببدا ان انا اشطف الكرنب بتاعي كويس بحيث ان انا اديله شطفه كويسه وفي نفس الوقت اوقف عمليه السوا بتاعته. هسيب بقى الكرنب بتاعي ده على جنب وهروح بقى لنفس الطبق اللي انا سلقت فيه الكرنب وابدا ان انا احط فيه الديك بتاعي علشان انضفه. علشان كده انا بدات بالكرنب الاول علشان اضرب عصفورين بحجر. في الاول اسلق الكرنب بتاعي وبعد ما اخلص استغل بقى الميه السخنه بتاعتي واحط فيها الديك علشان انضفه. طبعا الميه كانت سخنه جدا جدا لدرجه انها بتغلي، فانا استنيت شويه لحد ما الميه هديت طبعا وكنت طفيت عليها. في الوقت ده كنت انا بشطف الكرنب بتاعي تحت الحنفيه. خلصته من هنا كانت الميه بقت كويسه ونزلت بالديك وريشته بسرعه، ما خدش وقت خالص خالص بجد ما شاء الله. الفراخ البلدي اصلا بتنضف بسرعه جدا. بعد كده شطفته تحت الحنفيه شطفه حلوه بالشكل ده. بصوا بقى شلت الرجول بتاعته، وطبعا الرجول بتاعته قعدت بقى ايه احسس عليها كده واشوفها لقيتها مدملكه وحلوه، فما رضيتش ارميها بصراحه المره دي سبتها. وكمان نضفت الراس بتاعته وكل ما شاء الله عسل 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 بألف هنا والشفا. بصوا بقى هنا في ضفر كده عند الجناح بشيله وفي حته كمان من ورا بشيلها زي ما شفتوا، وبعد كده باجي من عند الرقبه افتح. اول حاجه بشيل فيه الزور كده بشده، وبعد كده بسلك الحصاله بس مش بشيلها بسلك لها بس، وبعد كده بفتح بقى من تحت وبشيل كل حاجه. طبعا ما حبيتش عشان ما حدش يتضايق من المنظر اجيب وانا بطلع الحاجه من جوه الديك. هنا بقى عملت محلول النقع بتاعي طبعا اللي انا معتمداه وانتوا عارفين طبعا ان انا بحبه جدا ما شاء الله. عباره بقى المره دي عن ربع كوبايه من الملح واقل من نص كوبايه سكر، وبعد كده حطيت الميه بقى ايه. بصوا انا هنا كمان زودت ميه علشان ايه تغطي الديك بتاعي كده ويبقى منقوع حلو. والطبق الكبد والقوانص طبعا بتتحط لوحدها، مستحب خالص انها تتحط مع اللحوم، يعني الكبد والقوانص تبقى لوحدها وبنقعها في ميه بس بدون اي اضافات. الاول بقى دعكت كده بصابون المواعين، دعكت الرخامه بتاعتي والحوض والحنفيه والبوتاجاز وكل حاجه، وبعد كده عقمت كمان بخل. جبت قماشه وحطيت عليها شويه خل ومشيت برضو على كل حاجه اعقمها. انا استعملتها مكان التنظيف لان ده مهم جدا علشان انتوا عارفين العدوى بقى والسالمونيلا والكلام دون، فلازم بعد ما تنضفي اي حاجه من الطيور او اللحوم لازم تعقمي وتنضفي كويس جدا. في ناس بتحب تعقم بكلور، بس في انواع من الرخام مش مستحب تستخدمي معاها الكلور. قولوا لي انتوا ايه افضل طريقه للتعقيم او ايه الحاجه اللي بتعقموا بيها كويس بعد استخدام الحاجات دي. وهنا بقى هبدأ اجهز الورق بتاعي بالشكل ده. اول حاجة ببدأ اقطع العروق وبعد كده اقطع الاجزاء واقطع زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقتي بصراحة في تجهيز الورق بالشكل دون علشان الف المحشي على طول. طبعا الورق الاخضر بتاع الكرنب اللي بيكون بره ده انا لازم برضو بسلقه، وزي ما انتوا شايفين كده بجهزه برضو، بس بسيب الورقة كبيرة زي ما هي لان ده بفرشه في الحلة من تحت او بجهز المكان اللي هحشي فيه دون لازم افرشه بالورق الاخضر الجميل ده. بصراحة جربت كل حاجة، جربت العروق بتاعت الكرنب او ان انا افرش خضار. لا احلى حاجة لمحشي الكرنب انك تفرشي بالورق الاخضر ده بجد تحفة.
هنا بقى خلطة المحشي هجهزها في 5 دقايق زي ما قلت لكم. ليه بقى؟ لاني دايما بكون كده مجهزة الخلطة دي عندي في الفريزر لاي وقت انا مزنوقة فيه او مستعجلة وعايزة اعمل خلطة المحشي، فتكون جاهزة عندي بالشكل ده. انا بعمل ايه؟ كل مرة بعمل فيها محشي بضاعف الكمية. يعني انا مثلا هعمل لكيلو رز او مثلا لكيلو ونص رز، اضاعف الكمية واقسمها، اخد نصها استخدمه في الوقت اللي انا هعمل فيه محشي، والنص التاني بحطه في الفريزر لاي وقت انا مزنوقة فيه وعايزة اطلع اعمل محشي او ما عنديش وقت او مش فاضية. فبعمل المحشي ده في 5 دقايق زي ما انتم شايفين. بطلع الكيس بتاعي بسيبه شويه لحد ما يفك نص فككان، احطه على النار واسخنه كويس جدا، جاهزه غسلاه ومصفيه كويس. بعد كده انزل الرز بتاعي على الخلطه بالشكل ده. خلاص كده انا خلصت خلطة المحشي بتاعتي. جهزت بقى الطاجن بتاعي اللي انا هعمل فيه المحشي. بصوا بقى لما بعمل لهم طاجن المحشي ده بجد بيحلفوا بيه، يعني بيطلبوه كده بالطلب، لا اعملي لنا المحشي في طاجن، لانه بجد بيبقى مختلف وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. بعمل الطاجن المحشي ده تحفه. هم حتى بيسالوني بيقولوا لي ايه سبب رفضك ان انت تعملي لنا طاجن المحشي بدل ما تعمليه لنا في الحله؟ بقول لهم كل رفضي الوحيد ان انا كل مره اعمل فيها محشي بكون مستعجله على النار، بياخد ساعه الا ربع على البوتاجاز. لو انا عملت الطاجن في الفرن بياخد مني ساعه وربع، فهو ده الفرق، نص ساعه زياده. فانا بكون ساعات مستعجله جدا، اللي هو احنا اصلا يعني واكلين متاخر بسبب مثلا ان انا ما عنديش وقت او كده. فالنص ساعة دي بتفرق معايا جدا. بس كده قلت لهم هو ده السبب ان احنا مش عايزين نعمل الطاجن في الفرن. بس طبعا زي ما قلت لكم عشان انا النهارده مديهم الفانوس السحري فعملت لهم اللي هم عايزينه. الديك بتاعي بقى حاساه كده ايه مش هيجي في الحله، فقطعت الرقبه بتاعته وكتفته كمان بقى من تحت كده علشان يبقى مستريح في الحله، عشان زي ما قلنا كده هو الراجل ليه وقار وكده وباش مهندس قد الدنيا، فيبقى مرتاح في الحله بتاعته. بس كده. وسلقت الحاجات بتاعته برده، بس سلقت القناصه بس، والكبده سبتها على جنب. ليه بقى؟ لان انا قعدت ادعبس في الفريزر ساعه وفي الاخر لقيت كيس صغنطط كده فيه كبدتين وقلبين بس، برضو كبد برضو من غير قوانص، برضو تقريبا كنت سالقه برضو القوانص وسايبه الكبد، فضفت عليهم بقى كمان الكبديه بتاعت الديك وكده بقوا يعني يملوا العين شويه. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه بالكام كبديه دول. طبعا انا ظبطت الشوربه بتاعتي وسبتها تتسلق. اهم حاجه ما بحطش الملح بتاعي غير في نص السوا، وقبل برضو ما احط اي حاجه في الشوربه لازم ان انا اشيل اي ريم الاول، حتى لو مش عامل ريم برضو اشيلها عشان تاخدي احلى شويه شوربه. وبعد كده ضفت بقى للشوربه بتاعتي ورق لوري وحبهان ومستكه وفلفل اسمر وجزر وبصل وفص واحد من الثوم. تمام. خلاص بقى سبت الديك بتاعي يستوي براحته. هنا بقى انا كنت عملت ايه؟ قطعت بقى بصلتين وفص واحد من الثوم وحطيت عليهم كده معلقه ملح وفلفل اسمر. طبعا ما عنديش فلفل اسمر مطحون واضح، عماله استخدم الفلفل الحصى بالشكل ده مش مشكله. وحطيت كمان معلقه كبيره من دبس الرمان، وقمت مقطعه الكبد بتاعتي وقلبت كل ده مع بعضه بسرعه بسرعه ونزلت بيهم على النار على طول. الطاسه طبعا بتاعتي سايباها بقالها شويه على النار لحد ما سخنت كويس قوي قوي، وبعد كده نزلت بشويه زيت، وبعد كده بقى نزلت على طول بالكبد بتاعتي الخطيره دي اللي انا تبلتها التتبيله السريعه دي. وحطيت بقى كمان واحد فلفل احمر شطه كده عشان بقى تبقى سبايسي كده. وعايزه اقول لكم الريحه هنا ملهاش حل، الريحه هنا وهميه. والتتبيله بتاعتي اللي انا عملتها للكبده ونزلت بكل حاجه كده مره واحده. بجد جربوا الطريقه دي سريعه جدا وحلوه قوي، بس طبعا ما تنفعش غير لو انت عامله كبد بس زي او يعني الكبد والقلوب بس عشان مش بتاخد سوا، انما لو القوانص فالطريقه هتختلف عن كده. هنا بقى معايا قطعه كده من الجبنه الرومي بدات بشرتها بالشكل ده. هجيب بقى الصينيه بتاعتي ومعايا بقى لفه جلاش ومجهزه بقى السمنه بتاعتي مسيحاها، وجهزت الجبنه الرومي بتاعتي، وطبعا جهزنا كمان حشوه الكبده وكل حاجه تمام. اهم حاجه ان انا بدهن الصينيه بتاعتي كويس جدا بالسمنه، وعشان بقى صينيه الجلاش تطلع معاكي تحفه كده وحاجه كده رهيبه لازم ان انت تحطي ورقتين بورقتين وكل مره تدهني. يعني بحط ورقتين وبتكون خارج منها بدهن الاول سمنه واطبقها، وبعد كده احط ورقتين وادهن سمنه، ولو في حته خارجه بره بطبقها لحد ما بحط نص لفه الجلاش. وبعد كده بحط بقى الحشوه بتاعتي اهو الكبده بقى. بصوا والفلفل الاحمر عايزه اقول لكم انه عامل طعم كده وريحه خطيره بقى مع الكبده والجبنه الرومي كمان. بسم الله ما شاء الله. صينيه الجلاش بحب قوي اضيف لها الجبنه الرومي حتى لو الحشوه معايا بزياده، يعني هنا الحشوه قليله فعشان كده مزوده الجبنه الرومي، بس برضو حتى لو الحشوه معايا تمام برضو بحب احط رشه جبنه رومي مبشوره. بجد بتخلي صينيه الجلاش في حته تانية خالص. طبعا قبل بقى مسقي صينيه الجلاش لازم ان انا اقطعها.
اهم حاجه قطعيها بسكينه مشرشطه كده، هتتقطع معاكي بسهوله. قطعيها بقى مربعات، مثلثات، اللي تحبيه. انا جهزت بقى كوبايه من اللبن وعليهم كبشه واحده من الشوربه وبيضه، ولو رشه بقى فلفل اسمر، وتقلبي كل ده مع بعضه كويس قوي قوي قوي، وتسقي صينيه الجلاش كده. انا بعملها كده واحطها في الفرن على طول. في ناس بتحب تحطها في الفرن الاول تتشمع وبعد كده تسقيها، لا انا بصراحه جربت دي وجربت دي احلى بكتير. انا بسقيها من الاول وادخلها الفرن، بتبقى تحفه ما شاء الله. واللي بقى بيعمل صينيه الجلاش بالطريقه دي زيي هو عارف انها بتطلع جميله. قولوا لي في التعليقات، واللي ما جربهاش يجربها ويقول لي ايه رايه، لان بجد هتعجبه جدا جدا. بصوا بقى تعالوا اقول لكم التركه بتاعه تسويه الطاجن عشان يطلع معاكم بقى حاجه وهميه ما فيهوش غلطه، ولا تقولي لي بقى اي مطعم في الدنيا يقدم لك المحشي بالطريقه دي. انا بحط معلقه من الصلصه على الوش بالشكل ده، بعد كده بنزل بقى بالشوربه بتاعتي. اهم تركايه ان انت الشوربه بتاعتك تكون قليله، يعني بسوى اخر سطر محشي يعني، او اقل سنه كمان. يعني الشوربه بتاعتك ما تكونش كتير خالص، تكون قليله، علشان احنا بنقفل عليه حلو بورق زبده وفويل وبندخله الفرن، فبيستوي كويس جدا من غير ما نسقي شوربه كتير. بصوا يا حبيباتي بقى، الملوخيه دي اللي احنا خزناها مع بعض فاكرينها. بصوا انا عايزه اقول لكم ان جالي كميه دعوات بالذات على الفيسبوك، يعني جات لي كميه دعوات وتعليقات منكم حلوه جدا جدا على تخزين الملوخيه بالطريقه دي. هسيب لكم الطريقه في صندوق الوصف للي ما شافهاش. بسم الله ما شاء الله. بصوا بعملها قدامكم اهو بعد ما فات كمان عليها مده اكبر من ما انا كنت عملتها اول مره، وشوفوا جمالها عامله ازاي. انا بكون في منتهى السعاده لما الاقي نفسي عملت ملوخيه خضراء في 5 دقايق من غير بقى ما اقعد اقطف واغسل واخرط. يا نهار ابيض لا في حد بيعمل ملوخيه خضراء بالجمال ده وكانها صبحه. فاكرين لما قعدت اقول لكم دي ملوخيه متخزنه؟ اهم حاجه زي ما قلت لكم بنخرجها من الفريزر، ما بنسيبهاش تفك خالص، بنحطها على طول في الحله وننزل عليها بالشوربه سخنه بتغلي، وبعد كده بنعمل لها الطشه بتاعتها. على ما بتكون غليت بنعمل لها الطشه بتاعتها. بصوا الجمال، اللهم صل على النبي، عسل. بصوا هنا بقى عايزه اقول لكم على التسويه بتاعه الطاجن عشان يطلع معاكم تحفه. الطاجن لازم اول نص ساعه يبقى في الرف اللي تحت خالص ودرجه حراره عاليه، بعد كده بقى بنطلعه على الرف الاوسط ودرجه حراره بقى متوسطه، وبنسيبه ساعه الا ربع. يبقى الاجمالي بتاعنا الطاجن بيقعد ساعه وربع في الفرن بالظبط. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا بقى العسل والجمال. بصوا المحشي، ولا بقى تقولوا لي حضر موت مش عارف ايه ولا الكلام ده بسم الله ما شاء الله المحشي عسل. وشايفين بقى بسم الله ما شاء الله، يعني بالله عليكم دي ملوخيه متخزنه لا دي مش ملوخيه متخزنه. شايفين ملوخيه خضراء صبحه فريش. وصينيه بقى الجلاش بتتكلم عن نفسها. اعملوها بالطريقه بتاعتي واكتبوا لي رايكم فيها ايه بكل صراحه. وحمرنا الديك كمان تحت الشوايه برضو، دهنته كده وحمرته تحت الشوايه. بس كده الاكل جاهز معايا. يا رب تكونوا استفدتوا، وشير بقى كتير لاصحابكم علشان الكل يستفاد. اهم حاجه بقى ما تنسوش اللايك الجميل من ايديكم، ولو اول مره تشوفوني اضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد ان شاء الله. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم.